هذا المجمع الحين اللي بوريكم اياه الحريم راح يحبونه، عموما التجار راح يحبونه، كله تقليد وكله جناط وجلود وايرا. راح اوريكم اياه. تذكروا الاسم هذا؟ اوكي، هذا للجلود. هذا المجمع خاص بانواع الجلود، طبعا الجناط وما جناط وماركات عالميه وفناتق، بس كله على الجناط وسوالف الجناط، سوالف الحريم بالامور هذه. فراح تلقى صراحه العجب والعجاب بماركات عالميه. وعلى فكره اذا شريت منهم ما يعطونك بنفس الوقت، يمكن يعطونك بعدين بعد الساعه 6 المغرب، يعني مثل عشان يتجاوزون امور الحكومه. هو مو جوي الجناط حق شيء كان يجيب لكم اسعار، بس المشكله انه مو جوي، فمعلش. بس هذا المكان وايد مشهور عندهم هني، هو المركز التجاري العالمي حق الجلود والجناط والامور هذه. انا اشوف ربعنا الكويتيين والعرب يجون بتشياس ويخمون من هني خم، فمكان معروف. وراح احط لكم اسم المكان نفسه اذا بتجوا على وقت. هذا المجمع الحين اللي بوريكم اياه وبحط لكم اسمه ايضا، من اجمل المجمعات اللي انا احب اجيها بالصين. جيته في 2013. هو سوق الجمله، في كل شيء تبيه، من فناتق، اكسسوارات، العاب، سوالف وايد. راح اوريكم واصور لكم، راح تستمتعون اذا جيتوا هني. خليني اوريكم اياه. المجمع مشهور بالجمله، طبعا اكسسوارات، العاب، سوالف قرطاسيه، سوالف حريم، وايد امور راح تلقون فيه. صار كل شيء تقريبا، يعني ما في شيء محدد، حتى كهربائيات. يعني هذه اللعبه ممكن تطلع عليك بدينار تقريبا. بس خذها قاعده بالصين، لازم تطلب الشيء بكميته. حلو هني، بس مو موضوع اسعار، الموضوع بعد انك تحصل اشياء ما حصلتها، مو موجوده عندك في الديره. فمثلا خليني اوريكم شغله. وراح تحصل فناتق اشكال والوان، اشياء شفتها بالكويت واشياء ما شفتها. بس مو معناته انك تقوم تشتريها، لازم تعرف الشيء اللي انت تعرف تسوقه بطريقتك. اذا انت تسوق بالانستغرام ولا السوشيال ميديا ولا محلات، المهم لازم تعرف الشيء اللي انت تعرف تسوقه. انا اقول لكم شغله، في 2013 كانت ثاني مشوار تجاري لي، وكان من هني من الصين. وكنت احب الفنادق، كان نفس هذه المولات بالنسبه لي شغف. كنت اعرف اطلع الفنتق اللي ابي استعمله واعرف ابيعه. فكنت اي مثلا المجمعات هذه او شبيهاتها، وكنت اطلع فناتق بشكل مو طبيعي. فالمهم هني المجمعات هذه ابداع ابداع. اذا انت بتدور لك فناتق، الكترونيات، اكسسوارات، تلفون، مطاطيه، سوالف حريم، ايضا شباصات، راح تلقى شيء خرافي. وادوار راح تتعب يعني. المجمع وايد حلو انك تاخذ الافكار عن اخر الاشياء اللي نزلت. مثلا هني سماعتي ابل وموجود منها تقليد، كل شيء تقليد ما في. ايش بتسوي اذا انت تاجر، او حتى لو تجارتك بسيطه هوم بزنس، ايضا تقدر تشتغل هني. تتفق مع شركه شحن من البدايه، تاخذ عنوانهم بالصين اللي راح تشحن لهم اغراض هني. بس مثلا تتفق على اي منتج من هالمنتجات هذه، ابي 1000 حبه، يحطوا لك اياه بالكرتون ويدزوا لك اياه على مكان الشحن. ما تشيل شيء معاك انت، يدزوا لك اياه على العنوان اللي فيه شركه الشحن. وشركه الشحن انت متفق معاها انه راح يوصل لها الكراتين بس. فهني انت تمشي وتشتري وتدز على عنوان شركه الشحن، خلاص الكراتين توصل هناك، ما تشيل معاك شيء. وينفع هذه المجمعات تنفع حق المشاريع البسيطه، مو شرط يكون عندك محل وغيره. لو مشروعك بسيط على قدك، هذه انا اشتغلت ترى بالبدايه كذي، كان هذه تعتبر وايد ممتازه بالنسبه لك. مثلا هذا محل يبيع الدرونات باحجامها كلها، الكبير والصغير، وراح تلقون وايد محلات، يعني مو بس هالمحل، في محلات ثانيه راح تلقون نفس الشيء. اقول لكم معلومه، العبره هني مو في البضاعه، البضاعه هني جميله وايد، فلا تحاتي النقطه هذه. لو عندك مليون دينار راح تخلصه. العبره هني شلون تعرف تصرف البضاعه. فالموضوع مو بس انك تعرف تشتري بضاعه سهل انك تشتريها، الكلام شلون تصرفها. فلازم تعرف شيء اللي انت تتقن بيعه، وتعرف تسوقه، وتعرف تروجه في بلدك. طبعا احنا نسولف عن ربعنا الكويتيين، فلازم حتى لو بتفتح هوم بزنس صغير لازم تعرف اذا شريت مثلا المطاطير هذولي، انا اعرف شلون اروجهم واعرف وين ابيعهم. بس تعال خمط، لا، هذا غلط. ليش انا احب اعيد واكرر في المعلومه اللي قلتها في موضوع البضاعه؟ لان فعلا اشوف وايد كويتيين ووايد عرب جايين على بالنا يبي يشتري وخلاص، ما يدري شلون يسوق، بس يشتري. عندكم مثلا هني المحل فيه الليتات وكل شيء. مثلا هذا اشتهر عندنا اخر الفتره، اللي هو منفخ الهواء، ما شاء الله قوي. طبعا شغلته وايد قوي. المهم هذا سعره الحبه تاخذ الحين واحده ب 85، اسف، يعني 5 دنانير ونص تقريبا. حلو. واذا بتاخذ منه كرتون بس راح يطلع لك الحبه 3 دنانير ونص. اتوقع بالكويت اغلب كثير من كذي.
واذا بتاخذ منه كرتونين راح يقل، كل ما زاد كميه قل. فهذا عندك نفس النوعيه، وعندك مثلا يصير نوعيه منه لا مع ليت يعني. ف راح تلقى جميع الليتات. طبعا الليتات هني بدعون بالليتات حق الراس، الليتات هذه كله موجود. فاذا تبيها من ناحيه بضاعه راح تلقى بضايع بالهبل، وتقدر تشتري باللي تبي. تخيل نفسك داش جمعيه مثلا، عندك هذه الاكواب تقريبا الكوب على 400 فلس، واكواب حلوه وغيره، وكل ما زادت كميه قل السعر. بس السؤال، هل انت تعرف تروج هذه الاكواب؟ هل انت مجالك؟ هل انت عندك انستغرامك الخاص، او عن طريق محلات او شنو؟ هذا محل عجبني، عنده كل شيء تقريبا على شكل مكاين، يعني مالت النفط، سيارات، ماكينه سيارات، الطيارات، ميداليات على نفس الفكره. وايد عجبني. مثلا هني ماكينه على الجير عادي، تيربو، يعني راح هذا بس متخصص في السوالف هذه. حتى ربع القهوه مو ناسينهم، الفي 60 والقهوه والكتل نفسه. هذا محل يبيع مجسمات طيارات جميع دول العالم. انا لقيت مالت الكويت وشريتها، لكن في الامارات هذه مالت الكويت اللي انا لقيتها وخذيت لها اياها سوفونير حقي، احطه بالمكتب عندي ويذكرني دائما اني ارد اسافر. في الامارات، الاتحاد، السعوديه، الخليج، لقيت كل الطيارات تقريبا موجوده عنده. مثلا هذا عندكم محل انا جاي له من قبل وشاري منه فناتق، مثل اشياء النبتات وما نبتات اللي تطلع، يطلع عليها الاسم، وتقدر تكتب الاسم اللي انت تبيه على النبته لما تطلع. حركات يعني جميله، حركات بركات على قولتهم. فهالمره لقيت نفس الاشياء، نفس هذه، مثل طابوق ديناصورات تكسرها ويطلع لك الديناصور. هذه جميله. هذا معطر تحطه على كذي، وتقدر تحط عليه اللوجو مالك مثلا اذا انت شركه وغيره، وتوزعه على الزباين، ويجي مع العطر ماله وغيره. تحط اللوجو وتكتب الكتابه تبيه. الحبه تطلع عليك تقريبا 800 فلس. وطبعا نتكلم عن اقل كميه، اذا زادت كميه، كل ما زادت كميه كل ما كان ارخص علينا بوايد. مثلا هذه فرشه اسنان طبعا ملونه ولها كواليتي معين، تقدر تطلبها وهذا كرتهم، تطلع لك الفرشه تقريبا ب 60 فلس اذا تعرف تروج لها وتبيعها، والوان تحط اللوجو مالك بعد. هذه عجبتني، لوحه حق الطوفه بس على مجسمات السياره وتفكيكها والدس مال السياره. فهي تقريبا حق الاطفال والكبار بعد يحبون السوالف هذه، بس صايره 3 دي، او خلينا نقول مجسمات حقيقيه. طيب ايش حادك؟ اركب بالتلفريك. لا، صعد الجبل مشي. صعد الجبل يا صعد التلفريك. لا والله بصعد مشي. تعب مو طبيعي، كل مرة اقول وقف وكمل. تخيل تصعد الجبل هذا كله عشان المنظر هذا. هو صدق حلو، صدق حلو، بس ما يسوى. لو صعد بالتلفريك ابرك لك. تشوف كوانزو كلها من فوق، صراحة منظر جميل بس متعب. توبة خلاص انزل بالهذا وانا مرتاح، ولا العنوة اللي صارت في تلفريك بنفسك. توبة بعد الصعدة اللي كانت مرهق. تخيل من هناك هذا كله صعدته، واو، كنت نفس هذول قاعد اصعد. يا عمي التلفريك. جماعة هذه نصيحة، ونصيحة استثمارية، نصيحة في حياتك. لا تستغني عن شات جي بي تي. رفيقي في السفرة شات جي بي تي، من الاخر هو سكرتيري مخليه يسوي لي كل شيء. هذه الحديقة اللي يم جبل بويون. الحديقة وايد حلوة حق القعدة والتمشي، وايضا تشرب لك شيء بعد الجبل، او حتى لو تيها بروحه يعني. ونختمها بالمنظر الجميل هذه وصورة الوردة اللي صورتها، ان شاء الله تكون صورة حلوة. الله يعطيكم الصحة والعافية وقواكم الله.